يا صباح الخير، صباح السعادة والرضا، وأهلا وسهلا بكل صبية عم تتابعني من وين ما كانت عم تتابعني. وبدي أقول كمان شكرا لكل صبية عم تشارك قناتي أو عم تدعمها إن كان بتعليق أو بلايك. بفيديو اليوم رح يكون هيك روتين كتير مختصر وسريع لتنظيف البيت أو تنظيف الغبرة من البيت. أنا بيتي صار شوي على شارع فكتير بيتغبر كتير، يعني بدرجة ما بتنوصف، فدايما لازم أكون ملاحقة الغبرة. وشي يوم رح أخبركم أنا كيف بنظف الغبرة وشو المنظفات الطبيعية اللي بستخدمها لحتى أحافظ على الخشب إن شاء الله. مثل ما خبرتكم قبل، بحكم إنه بيتي صار على شارع فبيتغبر كتير فأنا مضطرة دايما إنه ضل ملاحق الخشب وعم نضفه، وخاصة إنه الكهربائيات عندي مثل ما دايما بتشوفوا بالفيديوهات، الكهربائيات عندي بغرفة القعدة أغلبها لونها أسود، فأنا دايما مضطرة إني نضفها أضعاف. يعني إذا بتكون الغبرة لو مبينة شي بسيط ببين كتير سميكة وكتيرة على بسبب إني لونها أسود يعني. وكمان هيدول الرفوف بدي نزل عنهم الكتب والديكورات ومسحهم كلاتهم من الغبرة ورجعهم لمكانهم. وعن جد ما بتتخيلوا قديش مهم إنكم تنظفوا البيت من الغبرة، يعني هو كتير بيأثر إن كان على صحة الإنسان وإن كان على المزاج والنفسية، فهي عن جد معنا شي بسيط. لازم كتير تهتموا بتعطيل الخشب وتلميعه وتنظيف الخشب كتير. وأنا سبحان الله كتير بحب الخشب بالبيت، بحسه هيك يعني إنه شي من الطبيعة موجود معنا بالبيت، من ناحية إنه هو كتير حلو بالبيت، من ناحية كتير صعب التعامل معه. بس إن شاء الله عن قريب رح هيك أعطيكم حل بيطول من عمر الخشب وبيخليه هيك دايما عم يبرق ويلمع. طبعا اليوم كان لازم ننظف كمان وراء الزريعة كلياتهم، بس رح خليها لنهار تاني مشان هيك قسم المهام وما يكون في عندي ضغط شغل اليوم كتير. فاليوم رح مسح الغبرة ويوم تاني رح خصصه بس لحتى اهتم بالزريعة ونظفها واسقيها وشيل من الوراق الميتة كلها، أو حتى حط لها سماد بالشتاء لأنه شوي الإضاءة عندي ضعيفة فمحتاجة سماد وغذاء كبار بالشتاء لحتى أقدر حافظ عليها للصيف ما تموت كلياتها. صار لي فترة عم دور على منظمات لون أسود حطهم جنب الطابعة بحيث يساووا الوراق، وكل الرفوف أو كل المنظمات يلي عم لاقيهم صايرين منظمات عرضية. فأنا عم دور على منظمات بشكل طولي يعني حط فيهم الوراق كل مستلزمات الطباعة، خرازة، ثقابة وراق، يعني حبكات، هدول الحبسات الصغار تبعين الوراق. فما بعرف وين ممكن لاقي، إذا أنتم بتعرفوا اكتبولي بالتعليقات لأنه عن جد كتير محتاجتهم. ما بحب هيك الأغراض تضل مفرطعة هون وهون، بحب يتنظموا كلهم جنب بعض، وخاصة أنه أنا حابة بلش 2023 بهيك خلينا نقول بطريقة منظمة ومرتبة أكتر، هيك يمكن تكون الحياة شوي أسهل وفي عنا وقت كتير لحتى نعمل ونبدع بشغلات تانية.
شوفوا أحكي لكم شغلة، أنا ما ممكن تمر فترة إلا إني أجرب أكلة جديدة. كتير بحب جرب الأكل الطيب، كتير حتى الأكل الغريب، إن كان فرنسي آسيوي صيني ياباني شو ما كان يكون. كتير بحب اللقمة الطيبة وبحب جرب أكلات كتيرة وجديدة. والحمد لله إني عندي هاي التقبل إني يعني جرب أكلات جديدة حتى لو كانت طعمتها غريبة. فبحب جرب وبقرر يعني إذا طيبة أو بعيدة أو ما بعيدة. بس يعني عندي هاي القابلية إني أجرب أكلات جديدة. تمام. الأكلة اللي حابة أجربها اليوم هي أكلة سعودية نجدية، اسم الأكلة قبابيط. الأكلة باينة كتير حلوة أو كتير طيبة، يعني هي عبارة عن فطر وخضار كاملة، يعني بس انتو بتقصوا الخضار بشكل نصفي بس، وبتطبخوها مع اللحم إذا بتحبوا، يعني لحم مثلا قطع كبيرة أو كرات، ما بعرف يعني بصراحة ما فيني إلكم كيف، لأنه أنا أساسا أول مرة بطبخها. بس كتير شدتني طريقة الطبخة أو مكوناتها، وخاصة أنه العجين اللي بينطبخ معاها. وعلى حسب ما قرأت بجوجل إنه في أكلة كمان بتشبه اسمها مرقوق أو مرقوق. فإذا بتعرفوا شي عن هدول الأكلات اكتبولي. الأكلة عبارة أول شي عن بصل، أنا قليته اليوم بزبدة. أنا من الجماعة اللي ما بتطبخ بزبدة ولا بتطبخ بسمنة، بس اليوم حبيت أكسر الروتين وآكل الأكلة كتير على أصولها. طبعا هن مثل ما طبخوها بالسمن العربي، وأنا شفت آخر مرة طريقتها عند الشيف أبو جوليا، فطبختها على هي الطريقة، بس عقصولة شفتهم عم يطبخوها بالسمن العربي. فما بعرف إذا طريقتي صح أو خطأ، إذا خطأ صححولي. بعد ما قليت البصلة وفرمتها مكعبات صغيرة، قليت شوية دبس بندورة معاها، هيك بضل بقلبها لحتى يتحمر دبس البندورة وياخد طعمة الزيت، يعني هيك ياخدوا طعمة بعض. فوق هاي التتبيلة رح احط قسم من فخدة الخروف. طبعا كان عم يقول الشيف انه فيكن تستخدموا اي لحمة موجودة عندكم، انا كانت موجودة عندي هاي اللحمة فطبخت فيها. اخذت قسم من فخدة الخروف وقلبتها مع البصل ودبس البندورة، بضل بقلبهم هيك كل وش شي دقيقتين لحتى ياخد الطعمة تبع دبس البندورة والبصل والزيت كلياتها. بتركن هيك شوي. اول ما اشوفهم بلشوا انه هيك ياخدوا الطعمة او ياخدوا اللون تبع دبس البندورة، بقلبهم على الوجه التاني وبحمرهم كمان نفس الشي، مو تحمير يعني، بس هيك مثل ما خبركم انه ياخدوا الطعمة يغبوا دبس البندورة يعني. بتركن هيك شوي لحتى هيك يتقلوا شي بسيط كتير. بعدها رح ضيف عليهم مي. فيكم تضيفوا مي باردة كتير، فيكم تضيفوا مي مغلية. انا ضفت مي مغلية. بمصفاية صغيرة طفت، يعني مصفاية بتنحط بقلب المرقة، طفت حبة هال وقرنفل وكمان فلفل أسود، هدول كلها بهارات كاملة، وشوية ورق غار. وبعدها ضفت اللومي البيضاء والصفرة وكمان اللومي الأسود، وتركتن هيك يتقلبوا مع بعض. وكمان ما ضفت الملح للأخير، أنا بحب ملح الأكل لحتى أتأكد إنه ما يطلع مالح أبدا، وخاصة دبس البندورة اللي عندي معمول بالبيت فهو أساسا فيه ملوحة، فتركت الملح للأخير. مكون من المكونات الرئيسية بهي الطبخة هو الطحين كامل الحبة أو الطحين الأسمر. رقم الطحين موجود على الكيس، أنا أخدته من القالدة. بتضيفوا كاسة طحين كبيرة، وبعدين بتضيفوا عليها مي وبتعجنوها كتير منيح. أنا كتير حبيت نوع العجين هذا، حسيته ما إله دبقة مثل العجين العادي. شفتوا العجين الطحين عفوا العادي لما بتعجنوا إذا ما كنتوا حذرين انتوا عم تعجنوا بيدبق، فهذا العجين حسيته ما بيدبق أبدا، ما بعرف شو السبب. وأنا خاصة ما عندي هاي الخبرة بصراحة بأنواع الطحين.
وهذا رح اتركها ترتاح. رح رش على الشقفة شوية مي وغطيها فيها لحتى تضل طرية، واتركها بحدود ساعة او نص ساعة لحتى ترتاح. وهلا بدي جيب الخضرة، بدي كلها بس أشر الخضرة أو مثل الكوسة مثلا راح أقطع العقب وأقطع الكوساية بس بالنص. حسب ما سمعت انه الجزر والبصل اطيب شي هن بهاي الاكلة، فكتير كتير متحمسة اجربهم عن جد. كمان بدي اخبركن على هيك فكرة لطيفة او طريفة كانت ببالي انا وصغيرة. انا بال2010 تقريبا سافرت على السعودية لفترة، ف وقتها اغلب المطاعم اللي جربناها كانت رز مدخن، مندي، كبسة، والباك طبعا الغني عن التعريف. فانا كنت مفكرة انه كل الاكل عندهم هو هيك عبارة عن رز. بعد ما كبرت وصار في انترنت وبلشت تنتشر ثقافات الوطن العربي على الانترنت، فوقتها عرفت انه كل البلدان في عندها هاي الاكلات او طبخات مثل ما موجودين بسوريا يعني. طبعا يمكن كنت مفكرة هيك لانه كل دولة معروفة او مشهورة باكلة، مثلا مثل بسوريا معروفين بالكبة والمحاشي، وفعلا السعودية كتير ما شاء الله مشهورين بالكبسة، وحتى يعني كل العالم متعلم الكبسة السعودية. فأنا هيك كنت مفكرة إنه أغلب الأكل عندن هو كبسة، فطلع عندن أكل كتير كتير طيب، فرشحولي أكلات هيك طيبة إنه جربها، أكلات أنتم مجربينها غير أكلات الرز طبعا. بدون ما أضيع وقت مشان لحق خلص الطبخة كمان، رح أشر الجزر وقطعها 3 قطع بس، وضيفها كمان مع باقي الخضار. وهلأ بدي ضيف الخضار كلياتها كاملة سوا، بدي ضيفها فوق اللحمة. طبعا اللحمة تقريبا استوت. وكمان حسب ما ضافوا الفلفل الحدة. بس أنا ما بدي أضيف فلفل حدة لأنه عائلتي ما بتاكل حد أبدا، فمشان نقدر نتهنى بالأكلة ما بدي أضيف حد، بس بحس إنه الحد رح يطلع معه كتير فخم وطيب. فرح ضيف أنا فلفلة ملونة، أخضر وأحمر وأصفر، رح ضيفها مشان هيك تعطي نكهة الفلفلة يعني، بس بدون نكهة حادة. وخاصة إنه الفلفل اللي ضفته هو فلفل كتير حاد كمان، فبظن هيك الحد أو الحر بالأكل صار مناسب للكل. هذا هو طلع شكل الخضار: كوسة وفلفلة مشكلة، بصل وجزر وبطاطا، وكمان لازم تضيفوا فطر، بس أنا مثل ما خبرتكم ما كان موجود عندي لهيك ما رح ضيفه. هاي الفلفلة اللي ضفتها أنا، وأنتو كان لازم تضيفوا هاي الفلفلة. إذا أنتو بتحبوا الحار ضيفوها، رح تطلع النكهة أطيب بكتير. واللي ما بيحب الحد بيقدر يحطها بصحن جنب الأكل. وهلأ هاي الخضار كلياتها رح ناخدها ونضيفها فوق اللحمة. تقريبا بتاخد سوي من 15 ل20 دقيقة، واللحمة تقريبا استوت وكلياتها أخدت نكهة البهارات.
راح أضيف أول شي أنا كبرت الطنجرة، وراح أضيف الخضار كلياتها لحتى تنغلى وتستوي كتير 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 منيح مع اللحم. وهلا لما تستوي الخضرة بدي اجيب العجينة بعد ما ارتاحت كتير، بس هيك بدي اقطعها قطع صغيرة، وبعد ما اعملها هيك دويرة بدي اكبسها بايدي، طبعا وعملتها بزيت الزيتون. بس هيك رح اكبسها بايدي وحطها، وبالاخير رح صفن هيك على وش الطبخة. وكتير حبيت ما اخبركم هذا الطحين ابدا ما بيلزق بالايدين ولا بمط، يعني ما بعرف، اول مرة بستخدم هذا النوع من العجين فشوي مستغربة منه بصراحة. ليك وهي بس طريقة الاستخدام او طريقة انه تشكيل العجينة. بس دعبلوا كرة العجين، وبس هيك بسوها بايدكم وخلوا ايديكم ملوتين بالزيت. رح اترك العجين بس من 3 ل5 دقايق بدبس البندورة، وهيك طلع شكله بعد ما مر وقت كتير قصير. هلا مبدئيا ريحة الاكلة عن جد بتشهي كتير كتير، ريحة البهارات مع اللومي مع دبس البندورة واللحمة، فالروايح بتجنن. هلا رح صب الاكل، خلص صار وقت الغدا لانه. وهلا بنجي للحظة الحاسمة، لازم ندوق الاكلة. اول شي حطيت من العجين اللي اكتر شي متحمسة اجرب هذا العجين، وكمان اللحمة ما شاء الله كتير استوت. وحتى اكتشفت لكم شغلة او تعلمتها يعني بالاحرى من فترة، انه لما بتطبخوا اللحمة بدبس بندورة بيستوي اسرع وبيتنهنه، فجربوا اطبخوا اللحمة بدبس بندورة وشوفوا كيف رح تطلع الطعمة غير شكل. شوفوا بصراحة 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 تقييمي للأكلة 1,000,000%. طبخوها أكيد أكيد كتير طيبة عن جد. هاي الأكلة ما فيكن توقفوا أبدا. سووا جنبها لبن عيران وادعولي.
عن جد أهل السعودية تحية كبيرة على هالأكلة الطيبة، كتير عجبتني وعجبت عيلتي كمان كتير. إن شاء الله أكون طبختها بالطريقة الصح. تحية كتير كبيرة للشعب السعودي، وإذا بتقترحوا علي طبخة تانية كمان اكتبولي بالتعليقات لحتى أجربها، واكتبولي من أي بلد. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه. بشوفكم بفيديوهات جديدة. لو سمحتوا بعتوا قناة لرفقاتكم، حطوا لايك وسبسكرايب، وبشوفكم بفيديوهات جديدة.